الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده وأقام بهم الحجة على عبيده، فاتفقوا أولهم وآخرهم على توحيده وتفريده ونبذ الشرك وتنديده، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه، وعبادة غيره كائنا من كان باطلة، وإنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية، والذي يأتيكم من قناة هذا البرنامج من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق. وما زلنا مع ورقة الأستاذ محمد سعيد ناود التي قدمها في مؤتمر التعليم، وزارة التعليم في عام 2010، ويقول مواصلة لكلامه أن اللغة العربية ليست لغة استعمار، لأن العرب لم يحتلوا إريتريا أو يستعمرونها، فهي لغة لها جذور ولها تاريخ عميق في القبائل الأريترية. ويقول: فكل البشر من آدم وآدم من تراب، مهما اختلف ألوانهم أو ألسنتهم، فلم تعد أهمية الإنسان تقاس بعرقه ولونه. ولذا فإن هدفنا من هذا الحديث ليس إلا الإصرار على انتمائنا العربي، هكذا يقول. وقد قالها كذلك الأستاذ عثمان صالح سبه: مشكلتنا هي انتماؤنا للعربية، وهذه هي المشكلة مع الغرب، أنهم لا يريدون الانتماء إلى هويتنا الأصلية، ولكن الهدف منه الاستفادة من هذا الانتماء باعتباره حقيقة في تاريخنا ومسيرتنا الحالية والمستقبلية، لأنه لم يعد هناك مكان لأي شعب بمعزل عن محيطه وتاريخه. هذه المنطقة كما ذكرنا في الحلقات التي سبقت أو مضت، انتشار الممالك الإسلامية بما يسمى ببلاد الطراز الإسلامي، ومشاركة إريتريا في كل المحافل العربية في الجامعة العربية وفي المؤتمر الإسلامي، وكل هذا كان دلالة على انتماء هذا الشعب إلى العروبة والعربية. واللغة العربية كانت موجودة قبل ظهور الإسلام، كما ذكرنا. قبل دخول الإسلام كانت هنالك قبيلة عربية تسمى قبيلة حبشت، التي أنشأت إمبراطورية سميت بمملكة الحبشة، واستمر هذا المصطلح إلى الآن، وما زال ولاية الحبشة. في عهد العثمانيين سميت هذه المنطقة بولاية حبشة، التي تقابلها ولاية النجد أو الحجاز. فهكذا عرفت هذه المنطقة بالحبشة، لأن الحبشة كما قلنا هم ينتسبون القبيلة التي جاءت إلى حبشة العربية إلى هذه المنطقة، وأنشأت حضارة وأنشأت مملكة كبيرة. ومن هنا كانت اللغة العربية قدسيتها لدى المسلمين، كذلك قدسيتها لدى المسلمين في العالم أنها لغة قرآن ولغة الحديث ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث
نماذج يحق للمسلم أن يفتخر باللغة العربية، وليس للانتماء للدول العربية الموجودة، إنما الانتماء إلى لغة القرآن، لغة الحديث، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة الصحابة الذين نشروا الإسلام في بادئ الأمر. إلا أن العربية ليست لغة الدين الإسلامي بدليل وجودها قبل الإسلام. هي لغة للقبائل العربية، وقريش قبل أن يأتي الإسلام كانت تتكلم باللغة العربية، وكذلك القحطانيون والعدنانيون هي قبائل عربية كانت تنطق بالحرف العربي. وبدليل وجود مئات الملايين من الآسيويين مثل إيران وأفغانستان والباكستان وأندونيسيا وجزء من الهند لهم لغاتهم الخاصة، إلا أنهم يقرؤون القرآن كما نزل باللغة العربية، فيحترمون اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لغة الوحي. وبعضهم يستعمل الحرف العربي كما في اللغة الفارسية واللغة الباكستانية الأردية، هذه تكتب بالحرف العربي، وكذلك اللغة العثمانية سابقا كانت تكتب بالحرف العربي. وإذا جئنا كذلك اللغة الصومالية كانت تكتب بالحرف العربي. وبعضهم يستعمل الحرف العربي في كتابة لغته المحلية مثل الباكستان كما ذكرنا، وأجزاء من الهند وإيران. أيضا يوجد الملايين من المسلمين في غرب أفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء، وأبرزهم نيجيريا من ناحية عدد السكان، ولهم لغاتهم الخاصة بهم، إلا أنهم يقرؤون القرآن باللغة العربية كما نزل. أي الطالب الذي يذهب إلى الكتاتيب أو إلى الخلوة يقرأ القرآن الكريم باللغة العربية. ودخول اللغة العربية إلى إريتريا سبق دخول الديانتين المسيحية أو النصرانية والإسلام، بل وسبق هجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشواطئ الإريترية وهم في طريقهم للملك النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه. ومنذ دخول المسيحية أو النصرانية كانت الطقوس الدينية في الكنائس تؤدى باللغة الجئزية، وهي نسبة إلى قبيلة الأجاعز اليمنية، وهي السبئية الحميرية القديمة. وفي مرحلة لاحقة بدأ القساوسة المصريون يؤدونها باللغة العربية. ومنذ دخول الدين الإسلامي إلى إريتريا التي دخل إليها قبل وصوله للمدينة المنورة وقبل انتصاره في مكة المكرمة، فهو يؤدى باللغة العربية، سواء كان القرآن الكريم والعبادات، الأذكار والأدعية والموالد وخطب الجمعة وصلاة العيدين، مراسم الزواج، الإرث، المعاملات الرسمية من رسائل وحسابات. هذه كلها كانت تكتب باللغة العربية في إريتريا قبل استقلال إريتريا في 1991 تغير هذا الأمر وفردت اللغة التجرينية واللغة الإنجليزية بدل من اللغة العربية. وهذا وسط المسلمين الأريتريين كافة، مما جعل ارتباطهم باللغة العربية مسألة روحية، بالإضافة إلى الدراسة في الخلاوة القرآنية التي تتم باللغة العربية منذ دخول الإسلام في إريتريا وحتى اليوم. ويتضح من هذا وجود اللغة العربية في المعاملات الحياتية. في عهد الإيطاليين كانت تكتب المعاملات باللغة العربية مع مواطني إريتريا على السواحل البحر الأحمر، وكانت كل العقودات والعهودات والاتفاقيات كانت تكتب باللغة العربية، بينما هؤلاء الناس كانت لهم لغاتهم الخاصة
مثل العفر والدناكل أو الدناكل كانت لهم لغتهم، ولكن اللغة العربية هي كانت سائدة وكانت تكتب بها الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول. وكذلك أيضا كلغة معاملات في الرسائل والمعاملات التجارية وعقد الاتفاقيات وتسجيلها وعقود الميراث والزواج وغيرها. ولهذا فإن اللغة العربية لم تكن لغة دين، يعني الآن الناس ينسبونها أنها لغة المسلمين فقط، والذي يتعلم اللغة العربية سيدخل إلى الإسلام، لذلك يحجرون على عقول غير المسلمين بأن اللغة العربية وافدة وليست أصلية، بينما اللغة التجرينية هي لغة عربية جئزية حميرية سبئية. وكانت أيضا لغة دنيا وحياة، والكثير من الوثائق التي تعود إلى مئات السنين والتي كانت محفوظة في أرشيف محاكم مسوع وكرن تؤكد هذه الحقيقة، حيث أنها مكتوبة باللغة العربية. وبعيدا عن النظرة الدينية، فإن العلاقات الإريترية العربية وعلاقات اللغة العربية بإريتريا تعود إلى تاريخ بعيد من الصعب تحديده، وذلك عبر الهجرات والمصالح والانتقال البشري بين الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر، الذي كانت تفرضه الظروف المناخية والحروب وغيرها. وعمق وأصالة اللغة العربية في إريتريا تتضح من خلال الكلمات العربية الكثيرة التي نجدها في كل اللغات الإريترية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الأعزاء. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه النجباء الكرماء وآله وسلم تسليما كثيرا. نواصل من قطع بعد فاصل قصير في ورقة الأستاذ محمد سعيد ناود التي قدمها في مؤتمر التعليم في عام 2010 رحمه الله رحمة واسعة، وكانت حول تاريخية اللغة العربية ومكانتها ودورها في المجتمع الأريتري. ويقول هذه اللغة تعود إلى مئات السنين، والتي كانت محفوظة في إرشيف محاكم مصوع وكرن تؤكد هذه الحقيقة، حيث إنها مكتوبة باللغة العربية. وبعيدا عن النظرة الدينية، فإن العلاقات الأريترية العربية وعلاقات اللغة العربية بإريتريا تعود إلى تاريخ بعيد سحيق من الصعب تحديده، وذلك عبر هجرات والمصالح والانتقال البشري بين الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر، الذي كانت تفرضه الظروف المناخية والحروب وغيرها. وعمق وأصالة اللغة العربية في إريتريا تتضح من خلال الكلمات العربية الكثيرة التي نجدها في كل اللغات الأريترية. كما ذكرنا، هذه اللهجات أو اللغة التجرية والتجرينية والأمهرية هي لغات تسمى باللغة الحبشية، وهي لغة تنتمي إلى الجئزية السبئية الحميرية في اليمن. ونلمس ذلك أيضا في العادات والتقاليد والثقافات الأريترية التي نجد الكثير من التطابق بينها وبين مثيلاتها لدى العرب. إذن فاللغة العربية في إريتريا لغة أصيلة، وهي ليست وافدة،
نتيجة اللجوء لبعض الأريتريين بالأقطار العربية أثناء حرب التحرير. لذلك هم يحاربون كل شخص يحمل ثقافة عربية وهوية إسلامية، يحاربونه ويضيقون عليه حتى يترك البلاد. والدليل على ذلك عدم عودة اللاجئين الأريتريين في شرق السودان، وعددهم 500,000 إنسان. رفضت هذه الحكومة بعد استقلال أريتريا أو تحريرها عام 1991 بالعودة الطوعية لهم ومضايقتهم حتى لا يكون شرخ للمجتمع كما يقولون. أيضا لم تأتي اللغة العربية إلى إريتريا مع قبيلة الرشايدة، والرشايدة هم جاءوا قريب يعني من الجزيرة العربية. ولم تأتي اللغة العربية إلى إريتريا مع قبيلة الرشايدة لأن هجرتها إلى إريتريا قريبة جدا وتعود إلى أقل من 200 عام. وفي فترة الاستعمار الإيطالي كان هنالك عدد من الصحف كما ذكرنا، الصحف والمجلات الإريترية التي كانت تصدر في عهد إيطاليا، لأن الاحتلال الإيطالي كان أطول احتلال لإريتريا، بينما الاحتلال البريطاني إنما كان انتداب. بعد ذلك سلم إريتريا للتاج الإثيوبي لهايلي سيلاس. وإذن هذه الصحف تصدر باللغة العربية وذكرناها في الحلقات التي مضت. ونفس الشيء في فترة الاستعمار البريطاني، حيث نرى الكثير من الأقلام الإريترية التي كانت تعبر عن مختلف القضايا باللغة العربية في الصحف في تلك الفترة البعيدة، في فترة الثورة التي امتدت لأكثر من 30 عاما. كانت اللغتان العربية والتجرينية المستعملتان في أدب الثورة ومخاطبة الجماهير الأريترية بالداخل والخارج، بل وفي تلك الحقبة ظهر أدباء في مجالات الشعر والقصة والمقالة. هذا سيأتي في برنامج أو في حلقة خاصة، الأدب العربي في إريتريا. بل وفي تلك الحقبة التي ظهر أدباء فيها أدباء في مجالات الشعر والقصة والمقالة السياسية وفنانون باللغة العربية طرقوا عددا من المجالات، وكان أغلبها التحريض على الثورة والتقني بالوطن والشعب والتبشير بإريتريا المستقلة. هذه أدبيات الثورة الإريترية كانت باللغة العربية وغيرها من اللهجات الأريترية. وفي ظل إريتريا المستقلة ليس أمرا قريبا أن يتحدث رئيس الدولة الأريترية، كان يتحدث وما زال يتحدث باللغة العربية، وكثير من المسؤولين النصارى في الحكومة الحالية يتكلمون اللغة العربية الفصحى لأهميتها، وكانت سائدة في أيام الثورة أو في عهد الثورة الإريترية في الميدان. في ظل إريتريا المستقلة ليس أمرا غريبا أن يتحدث رئيس الدولة الأريترية باللغة العربية بطلاقة، ولا يحتاج إلى مترجم إذا جاء يعني حاكم عربي تكلم معه باللغة العربية. وكذلك عدد من الوزراء الأريتريين كما يتحدث بها الكثير من المسؤولين في مفاصل الدولة ورجال القوات النظامية من جيش وشرطة وأمن، مضافا إليهم قيادات وكوادر الحزب الحاكم. لذلك وجود اللغة العربية في الدولة والتكلم بها يتكلم بها الرئيس وبعض الوزراء وكثير من المسؤولين، هذا يدل دلالة قوية على أنها اللغة
لها جذور في المجتمع الإريتري، وكثير من القبائل هي قبائل عربية اندمجت مع القبائل الأفريقية كما يقولون. وإذا وكوادر الحزب الحاكم بالإضافة لوجود مدارس تدرس باللغة العربية، وذكرنا أكثر من 12 معهدا ومدرسة كانت في إريتريا تدرس باللغة العربية، ولكن للأسف الشديد بعد حملة شرسة على اللغة العربية أغلقت هذه المدارس والمعاهد حتى يومنا هذا، وضيقت على اللغة العربية. ويقول ومدارس أخرى تقوم بتدريس اللغة العربية كمادة لغة، أيضا أن اللغة العربية هي لغة التخاطب في كثير من المدن الأريترية. إذا ذهبت مسوع تتكلم باللغة العربية، وإذا ذهبت كذلك مناطق المنخفضات على غرب أفريقيا، غرب أريتريا، شرق السودان، تتكلم باللغة العربية، ومدينة كرن كذلك. هذه كلها مدن تتكلم وتتحدث اللغة العربية، وتدرس بها أبناء في المعاهد والخلاوة. وإذن كما أن الركن العربي من إذاعة صوت الجماهير الأريترية والقسم العربي في التلفزيون الإريتري والنسخة العربية اليومية من صحيفة إريتريا الحديثة التي تصدر 5 مرات أسبوعيا من وزارة الإعلام الإريترية، وصحيفة النبض العربية التي يصدرها الاتحاد الوطني للشبيبة والطلبة الأريتريين، كما أن المحررين والكتاب والأقلام الكثيرة التي تشارك في الإذاعة والتلفزيون والصحيفتين المذكورتين كلها من الإريتريين الذين يكتبون والذين يحررون وهكذا. كل هذا يعكس أصالة اللغة العربية في إريتريا، بجانب أنها لغة المحيط الذي تقع فيه إريتريا. لذا فإن اعتبار اللغة العربية لغة أصيلة وعريقة في إريتريا ليس محل جدل. إن الذين يبحثون عن جذور اللغة والثقافة عليهم التخلص من عقدة ربط ذلك بالدين، فقد تم تناول اللغة العربية وجذورها في إريتريا في شكل عموميات، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ويهاجم الذين يهاجمون اللغة العربية ويقول لهم اتركوا هذه العقد، ربط اللغة العربية بأنها لغة المسلمين، بينما نجد قبيلة من القبائل المسلمين تتكلم باللغة التجرينيا وهم من المسلمين، وهذه لغتهم لغة الأم. فإذا التجرينيا ليست مرتبطة بالكنيسة، والعربية ليست مرتبطة فقط بالمساجد ولا بالإسلام، إنما هي لغة موجودة في المجتمع. فإذا يقول فإنني أعرف أن هذا العمل أكبر من طاقتي، يعني هو جهد، بذل مجهود كبير جدا وأكبر من مؤهلاتي العلمية. يتواضع هنا، وعزائي أن الجهود الفردية من هنا وهناك من الممكن تتجمع في النهاية لتصبح عملا متكاملا كبيرا، وأن تشكيل ذهنية المواطن الإريتري على أسس سليمة وصحيحة تعتبر أو تعد مهمة كبيرة وشاقة وطويلة الأمد، تلعب فيها الأقلام دورا هاما، وبصرف النظر عن اختلاف اللغات والموقع الجغرافي والتنوع الإثني إن وجد، إلا أننا في النهاية نود أن نخلق شعبا واحدا مترابط المصالح الآنية والمستقبلية. اللغة توحد الناس، وموحدا في طموحاته الواضحة والمشروعة وفي رؤيته لتاريخه وللغاته وثقافته. فنحن جزء من المحيط العربي ونقع في القارة الإفريقية،
وفي منطقة حساسة استراتيجية منها وهي القرن الأفريقي الذي تتقاذفه الأهواء والمخططات الأجنبية من كل جانب. وتحاول تلك المخططات فتح ثغرات تنفذ منها لإعاقة تطورها والانحراف بمسيرتها إلى صراعات وقضايا جانبية، أي اللغة وما اللغة والدين الإسلامي وما يسمى الآن الذين يطالبون بمسيحية اللغة العربية هكذا يعني، والصراع ثقافي والصراع لا فائدة فيه. هذا الانحراف يؤدي إلى تدهور إريتريا وقد تدهورت، وللأسف الشديد هذه المخططات الأجنبية نفذت في إريتريا وفي دول القرن الأفريقي. ولذلك يقول وأكرر أن البحث والتنقيب عن اللغات والثقافات والتاريخ للشعب الإريتري يهدف في النهاية إلى تمتين وحدة شعبنا. وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.